شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا الشهر المبارك شهر رمضان من أفضل ما يمكن أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى الصيام والقيام وذكر الله وشكر الله تبارك وتعالى، إلا أن هذا الشهر أيضا من أعظم ما هو مطلوب فيه هو أن نتقرب إلى الله بالدعاء. والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو العبادة، والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ونجد أن الله تبارك وتعالى في آيات الصيام في وسطها ذكر الله تبارك وتعالى آية لها علاقة بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية آية عظيمة جدا. لماذا؟ لأنها تتعلق بلب العبادة، بصلب العبادة، فالدعاء هو العبادة. الله عز وجل يريدنا أول شيء أن نوحده في المسألة، كما نوحده في الذكر لا نذكر غيره، نوحده في المسألة، نوحده في السؤال، نسأل ما نشاء من رحمات الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يريدك أن تسأل. يعني سبحان الله، من الخصائص المهمة جدا في هذا الدين، الله عز وجل يقول لك والله لست بحاجة إلى واسطة، لست بحاجة إلى شفيع، لست بحاجة إلى أن تأتيني عبر آخرين. لا، إذا أردت أن تتوب فتتوب إليه مباشرة، إذا أردت أن تقلع عن المعاصي فتعترف له مباشرة. ليس هنالك قسيس أو شيخ أو ولي أو ملك أو نبي أو غيره أنت تقول له والله تشكو إليه حوائجك. لا، حوائجك التي تحتاجها تسألها من الله سبحانه، تسأل الله فيها. التمجيد، تمجد الله، وذكرنا موضوع حلقة الذكر. لكن هنا دعاء المسألة: وإذا سألك عبادي عني. لأن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعني هل نرفع أصواتنا يا الله يا كذا؟ لا، أم والله نخفت الأصوات. الله تبارك وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هنا في لطيفة مهمة جدا نبه إليها كثير من أهل العلم، وهو أن كل الآيات في القرآن الكريم التي فيها يسألونك تكون الجواب فيها قل. يسألونك عن الشهر الحرام قل كذا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وهكذا. إلا هذه المسألة سبحان الله أراد الله أن يكون حقيقة الدعاء ليس فيها واسطة. وهذه لفتة مهمة جدا. وإذا سألك عبادي عني مباشرة الله جاوب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا نحن في هذا الشهر المبارك علينا أن نكثر من الدعاء، نكثر من الدعاء لأنفسنا، نكثر من الدعاء لأبنائنا، نكثر من الدعاء لأسرنا، نكثر من الدعاء لشعوبنا، نكثر من الدعاء لأمتنا، نكثر من الدعاء للبشرية كلها أن يحملها الله تبارك وتعالى إلى الخير. هذه المسألة لا بد أن تكون أيضا مدرسة القرآن نخرج منها بهذه الروح، روح الدعاء، روح أن تسأل الله، روح أن توحد الله بالدعاء. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله عز وجل يبسط يديه لمن يدعوه نهارا، ويبسط يديه كذلك لمن يدعوه ليلا. فالله عز وجل باسط يديه للناس وخزائنه لا تنفد، يعطي كل ما يمكن أن يخطر في بالك. فلا تقف أمام أنك تسأل الله سبحانه وتعالى. ومن من الكفر بالله تبارك وتعالى ألا نسأله، من الكفر بالله ألا نسأله، ومن توحيد الله ومن الإيمان بالله ومن تقدير الله حق قدره أن ندعو الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لاحظ كيف أن الله عز وجل جعل ترك الدعاء كفر، أو أن تلجأ إلى غير الله كفر. ثم أختم في قضية الدعاء، والحمد لله يعني النصوص كثيرة ومتوافرة في هذا الموضوع، لكن بعض الناس يستعجل يقول
دعوت ربي فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. وهنا لابد أن أقول بأن من رحمة الله تبارك وتعالى كل من رفع يديه استجيب الله له. ثق تماما كل إنسان دعا الله عز وجل، إلا أن يكون هنالك حائل من ذنوب ومعاصي كثير، لكن حتى الكافر إذا جاءته اضطرار ودعا ربه الله، لأن الدعاء له علاقة بقانون الربوبية، كل الناس عبيد لله، كل الناس يدعون الله، بس هنالك من يدعو الله دعاء عبادة ودعاء قربة ويرفعه الله بهذا الدعاء، وهنالك من يستجيب له في حوائجه. كل الناس تدعو الله سبحانه وتعالى إذا كانت مقرة بربوبيته. فالله عز وجل يقول لك لا تستعجل، لست أنت من يقرر لحظة المصلحة في دعائك، لست أنت من يحدد متى يستجيب الله لك، يستجيبها هنا، يستجيبها في الآخرة، يدفع الله بها شر عنك. المهم أنت أكثر من الدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستجيب للعبد ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبين أحوال الدعاء، يقول إن الله تبارك وتعالى يستجيب للعبد بثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يستجيب الله لك مباشرة المسألة التي سألته، أردت الله يصرف عنك موضوعا، أو أردت الله يجلب لك نفعا أو يصرف عنك ضرا، أو أردت نجاح لنفسك لأبنائك لكذا، أردت أن يرفع الله عنك الفقر، أي شيء ادعو الله بما شئت، فقد يستجيب الله لك مباشرة على الفور وتلمسها في حياتك، تقول استجاب الله لي هذا الأمر. يعني مثلا شخص يكون مريضا فيدعو الله تبارك وتعالى ويرفع الله عنه هذا المرض، وهكذا. الأمر الثاني قد يدفع الله عنك بهذا الدعاء، يدفع الله عنك سوءا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القدر والدعاء يتصارعان، يعني الدعاء صاعد إلى الله والقدر نازل من الله، كلاهما يتصارعان، فإما أن يصرفه الله عنك وإما أن يخففه الله عنك، وهذا بسبب الدعاء وأنت لا تدرك. يعني أنت مش مدرك إنه والله كيف تعمل آليات القدر إن صح التعبير، كيف يعمل القدر في الخفاء، أن هذه المسألة من المسائل الإيمانية المهمة جدا التي لا بد الإنسان أن يستحضرها. فهنا يصرف الله عنك بهذا الدعاء. إذن أنت استحضر هذا المعنى الأول، الاستجابة الفورية. المعنى الثاني أن يصرف الله عنك من السوء مثلها. المعنى الثالث، وهذا سيفرح به المؤمنون يوم القيامة، هو أن يجد الإنسان يدخر الله تبارك وتعالى هذه الأدعية كلها، يجعلها له في ميزان حسناته. طبعا المستعجل يقول والله أنا أريدها الآن، أنا تعبان يا رب، أنا مريض، أنا شقيا، أنا كذا، أنا فقير، لكن سبحان الله يوم القيامة عندما يكون الإنسان بحاجة إلى مثقال ذرة ليرجح كفة ميزان الخير، حينها يتمنى لو أن الله أخر كل الأدعية إلى الآخر. فهذه ثلاث مستويات تجعلنا لا نمل ولا نكل ولا نستعظم إن والله لماذا الله لا يستجيب لنا. لا، ادعوا الله. حققتم العبادة بدعائكم، وحققتم أمرين آخرين، لم يكن هنالك أمر مستعجل والله استجابة مباشرة، فإنك حققت أمرا أخرويا، وهو أن تكون الدعوات هذه في ميزان الحسنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن كثر دعاؤه وبورك في دعائه، وتقبل الدعاء في هذه الدنيا أو عند الله في موازينه، أو صرف الله عنا من السيئات مثل ما دعونا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره، وعلى رباه تنزل